السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة أخبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلون دائما بالجديد. شرع رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة في حشد غير مسبوق للقوات المسلحة المنتشرة بالقرب من الحدود الجزائرية المغربية، كما تم إرسال عدد أكبر من القوات المجهزة بشكل جيد من عدة مناطق جزائرية أخرى ليتم نشرها على وجه الخصوص في محيط حماهير الواقعة على بعد أكثر من 110 كيلومترات جنوب غرب بشار، والتي لا تبعد كثيرا عن الحدود المغربية. هذا الانتشار الواسع الجديد للقوات العسكرية الجزائرية غير مسبوق، تمت دراسته وشرحه والموافقة عليه من قبل القيادة العسكرية العليا للجيش الجزائري، وكذلك من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد أثناء الاجتماع المصغر للمجلس الأعلى للأمن، والذي ضم فقط كبار المسؤولين العسكريين يوم 1 يونيو. وخلال هذا الاجتماع الحساس قدم سعيد شنقريحة إلى عبد المجيد خطة عمل تتوقع مخاطر عالية جدا لاصطدام عسكري مع المغرب اعتبارا من شتنبر المقبل. هذا الخطر يفسره رئيس الجيش الجزائري بتسريع العمليات العسكرية المغربية التي تنفذ ضد ميليشيات جبهة البوليزاريو وراء الجدار الأمني. بالإضافة إلى ذلك، يخشى قائد الجيش الجزائري من قوة وفعالية الطائرات بدون طيار المغربية والمعدات الجوية الجديدة عالية التقنية والدقة التي يتوفر عليها. ويبدو أن خطر التداخل بين وسائل الدفاعات المضادة للطائرات في الجزائر والطائرات المسلحة بدون طيار في المغرب أمر لا مفر منه. ووفقا لسعيد شنقريحة الذي توقع أيضا اشتداد القتال بين البوليزاريو والقوات المسلحة الملكية، ويخشى الجيش الجزائري من عدم وقوف الضربات الجوية المغربية في حدود ضد ميليشيات البوليزاريو والتحول إلى ضرب أهداف تقع على طول الحدود الجزائرية. خلاصة التقرير الذي قدمه شنقريحة لعبد المجيد والذي يسطر الاستعدادات العسكرية خلال الشهور المقبلة، يفترض انتظار شرارة بسيطة للقيام برد عسكري من طرف الجزائر وفق سيناريو قائد أركان الجيش الجزائري. دمتم بخير وإلى اللقاء.